من سيسدد فاتورة قتل الجنود التسعة؟ مرت سنوات طويلة منذ دخول الحرب المسلحة لحزب العمال الكردستاني PKK إلى أراضي إقليم كردستان. تدير PKK هذه الحرب بالأكاذيب والشعارات الخادعة. الحصيلة كانت مقاومة فارغة لا معنى لها، ولم تجلب للكرسي والويلات والقصف والدمار وتحويل المئات من القرى لمناطق حرب وانتقالها إلى مشارف البلدات والمدن الكبرى، فضلا عن فقدان القمم الاستراتيجية وجعلها وبالا على إقليم كردستان. باختصار، بمرور الوقت تتصاعد تكلفة الحرب وفاتورة الخسائر على إقليم كردستان، بحيث بات مفهوم رفع وتيرة المقاومة مرادفا لتقديم الأراضي للمحتل. فمنذ بداية شتاء هذا العام أعطت PKK بشكل ممنهج المبررات للدولة تركيا بمهاجمة إقليم كردستان. منذ شتاء عام 19 يتمركز جيش الاحتلال التركي على عشرات القمم والمناطق الاستراتيجية في إقليم كردستان بسبب سياسة PKK هذه. كما تعهدت PKK عام 24 للدولة بتسليم المزيد من المناطق لها، وما قامت به من عمليات وأنشطة مؤخرا تندرج تحت هذا الإطار. باختصار، ما حدث هو أن الدولة ضحت ببعض جنودها من أجل تبرير إطلاق عمليات أوسع في الإقليم. يوم الجمعة 12 كانون الثاني عام 24 قاتلت PKK 9 جنود أتراك في آميدي. منذ ذلك الحين قامت PKK بحملة دعائية لهذا الهجوم، وكأنها حررت باكور كردستان تركيا، علما أن هذا السيناريو يتكرر كل عام، أي تهيئة الأرضية لإطلاق عمليات عسكرية تركية جديدة على أراضي إقليم كردستان بذريعة مقتل عدد من الجنود الأتراك. عشرات المناطق الأخرى ستتحول لمناطق عسكرية، وهذا ما حدث بالفعل. في وقت متأخر من ليلة السبت 12 كانون الثاني عام 24 دعا أردوغان إلى اجتماع أمني طارئ لبحث الآلية المناسبة للرد على PKK في روجافا وإقليم كردستان. ولم ينتهي الاجتماع بعد، عندما أمطرت المقاتلات الحربية التركية ماتينا وخوكورغ وقنديل في إقليم كردستان، وديريك وتوربسبي في روجافا كردستان بمئات القنابل. ومن المرجح أن تتحول عشرات القرى الأخرى في إقليم كردستان إلى مناطق حرب، ويتم إخلاؤها نتيجة الهجوم والقصف الشديدين هذا الشتاء. في الأيام المقبلة ستصعد الدولة التركية من وتيرة هجماتها على إقليم كردستان، وستبدأ مرحلة جديدة في المنطقة، كما ستحتل مناطق جديدة بفضل PKK. والPKK من جانبها ستثير قضية مقتل 2 أو 3 جنود أتراك كانتصار لها على الغزاة المحتلين وخداع الشعب الكردي. بينما في روجافا كردستان تم تدمير ما لا يقل عن 90 مؤسسة وبنية تحتية اقتصادية وخدمية نتيجة الهجمات التركية منذ تشرين الأول عام 23، بمعنى أن PKK تحاول تدمير روجافا وإقليم كردستان بسياستها هذه وتحويلهما لحطام، كما دمرت باكور كردستان في حرب الخنادق وحولته لحطام. ما الذي حققه الكفاح المسلح طيلة 40 عاما للكرد؟ مر ما يقارب من 40 عاما على الكفاح المسلح الذي بدأته PKK ضد الجيش التركي في 15 من آب 84. ينبغي على الكرد أن يتساءلوا ما هي منجزات هذه 40 عاما من المعارك والحروب؟ إلى أين أوصلت القضية الكردية؟ كيف كان باكور كردستان وأقليم كردستان وروجافا كردستان والرجالات كردستان قبل الحرب المسلحة هذه، وكيف هي الآن؟ باختصار، ما الذي قدمته PKK للكرد طوال هذه السنوات 40؟ الجواب غاية في الوضوح: تم تدمير باكور كردستان وإهدائه للأتراك، بينما يتوغل الجيش التركي أكثر في عمق إقليم كردستان كل عام. أما روجافا كردستان فهو على وشك أن يصبح ولاية عثمانية بشكل تام على غرار باكور كردستان، في حين تحارب PKK في رجالات كردستان وكالة عن إيران جميع الحركات التحررية الكردستانية للقضاء عليها وقمعها. فالPKK التي كانت محطة كفاحها الحقيقية هي باكور كردستان تركت باكور وتخلت عنه منذ عقود، في حين نقلت حربها الوهمية المزيفة إلى إقليم كردستان لضرب الإقليم وتدميره. فالPKK التي أصبحت اليوم جزءا من ميليشيات الحشد الشعبي وإيران وأداة بيد المخابرات التركية والاطلاعات الإيرانية، ينبغي النظر إليها خارج أطر القضية الكردية. فقد أثبت الكفاح المسلح ل40 سنة مضت أن الحزب المسمى بحزب العمال الكردستاني PKK يعادي الكرد وكردستان باسم الكرد، وأنه لم يحقق أي مكسب للكرد على الإطلاق.